لو عمرك ما جربت تطلع رحلة صيد وتصحى قبل الفجر وتخرج في الضلمة عشان تبدأ يومك وسط الطبيعة، فانت فعلا فايتك متعة كبيرة جدا. ده احساس مش هتفهمه غير لما تعيشه. في الفيديو ده هنتكلم سوا عن كل حاجة محتاج تعرفها لو اول مرة تفكر تدخل عالم صيد الطيور. لو انت جديد في المجال او حتى فضولي وعايز تتعلم، يبقى الفيديو ده معمول ليك. يلا بينا نبدأ خطوة بخطوة وندخل سوا مغامرة صيد الطيور. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الحلقة. صيد الطيور ده متعة وهدوء وتركيز، واحيانا بتحس كأنك جزء من الطبيعة. هواية قديمة جدا، ولكن في العصر الحديث بتاعنا اتطورت الأسلحة واتعملت قوانين تنظم الصيد زي مواسم المسموح فيها، وكمان ظهرت أنواع حديثة من البدل والأجهزة تخدموها في الصيد. أول حاجة هنتكلم عليها وهي تجهيزات الصيد، المعدات الأساسية. هنبدأ باللبس. طبعا اللبس لازم يبقى لبس لونه شجر، وبتبقى بدلة كاملة وليه حذاء معين بتلبسه في رجلك عشان لو انت هتصطاد وفي مية او في مستنقعات او برك. بالنسبة لباقي المعدات وهي الخيالات. الخيالات دي عبارة عن نفس اشكال الطير ولكن بتبقى بلاستيك، بتفرشها قدامك على الارض بحيث ان الطير يشوفها ينزل عليها. تالت حاجة معانا وهي البنادق والزخيرة. لازم تجهز البندقية الخرطوش وتكون منضفها كويس، وتجهز طلق الخرطوش بالاعيره المناسبه للطير اللي انت رايح تصطاده. بعدين هنبقى نعمل حلقه ونشرح كل حاجه فيه بالتفصيل. بالنسبه للمسافات، امتى تضرب الطير؟ اكبر غلطه بيقع فيها المبتدئين الضرب على الطير على مسافات بعيده. الطير لازم يكون جاي عليك او واقف في مكان قريب منك. الطير ذكي بيك، لابس لبس مموه تماما، حتى ايدك ووشك حاول تقعد ثابت وما تتحركش وقت اقتراب الطير. تستخدم صفارات الطير، ما تستهونش بصوت الصفاره لان كل طير وليه صوت، وفي صفارات تطلع كل صوت لكل طير، ولازم تعرف كل طير صوته عامل ازاي عشان تعرف انت رايح تصطاد ايه بالظبط. هقول لكم دلوقتي شويه نصايح للمبتدئين. ما تستعجلش وتعلم واحده واحده. كل رحله صيد هتطلعها هتعلمك حاجه جديده. حاول ما تعتمدش على حد، حاول تبدا بنفسك، وانت مع الاستمراريه هتتطور هتوصل لمستوى عالي جدا. دلوقتي هنتكلم عن انواع الطيور. اول نوع معانا وهو الملار. في مصر والعالم العربي البط الفضيري. الوانه بتبقى راسه خضراء ورقبته فيها طوق ابيض رفيع، وصدره بني غامق، منقاره لونه اصفر، جناحاته عليها شريط ازرق بنفسجي، حجمه كبير نسبيا. اماكن انتشاره بيعيش في اوروبا واسيا وامريكا الشماليه. في مصر بنشوفه بكثره في موسم الهجره، خصوصا في الفيوم والمنزله والبرولوس، وفي الخليج بينزل اوقات معينه على المستنقعات خصوصا في الكويت والسعوديه والبحرين. سلوك النوع ده بيتحرك في مجموعات، صوته مميز وواضح، والذكر له صوت مختلف عن صوت الانثى. بيعيش في الاراضي حوالين الميه، وممكن يطير لمسافات طويله جدا في الهجره. لما بيحس بالخطر بينزل بسرعه في الميه وبيغوص او يطير فجاه بسرعه رهيبه. تاني نوع معانا وهو البنتين، وده البط اللي مشهور باسم البلبول. حجمه متوسط الى كبير نسبيا بالنسبه لانواع البط التانيه. الديل هو اكتر حاجه بتميزه. ديله طويل ومدبب زي السهم، لون جسمه رمادي، رقبته بيضه طويله، راسه بني، عنده شريط ابيض طالع من صدره طالع على رقبته. من اكتر الطيور اللي شكله ملكي، والانثى برضو بتاعته بتختلف عنه. نوع البط ده بيطير مسافات طويله وبيتواجد في اوروبا واسيا وامريكا والخليج ومصر. النوع اللي بعد كده ويجن، وده بط الصواي للاسم المشهور بيه. الحجم متوسط، اكبر شويه من الشرشير واصغر من البط الفضيري. لونه رمادي في الجسم وصدره بني، وعلى راسه خط ذهبي واضح جدا يبدا من مقدمه الراس للخلف. والانثى تختلف في الالوان عنه. المنقار رمادي مع طرف اسود. صوته مميز جدا، وده بيساعد الصيادين يميزوه. الحركة بتاعته طيرانه سريع ومنتظم، وبيمشي في أسراب متوسطة الحجم.
دايما بيمشي في مجموعات، ونادر ما تلاقي فرد لوحده. من الطيور اللي بتفضل المناطق الهادية نسبيا، والنوع ده من الطيور اللي بتهاجر مسافات كبيرة من شمال أوروبا لحد شمال أفريقيا. النوع اللي بعد كده معانا فيوليكا هاترا، وده الغرب. الحجم تقريبا قد البطة الصغيرة، لكن جسمه أضخم حاجة بسيطة. لونه أسود بالكامل، واللي يميزه جدا هو منقاره أبيض تماما، علامة بيضاء على الجبهة، عيونه حمراء بشكل واضح تدي الطير شكل شرس. الحركة مش من الطيور اللي بتطير بسهولة، يعني قبل ما يطير لازم يجري على السطح المية مسافة طويلة كأنه بيزق نفسه عشان يطير. بيغطس كتير، بيعوم تحت المية فترة طويلة جدا مقارنة بالبط. صوته مزعج وبيصرخ لما يحس بالخطر. وفي مصر متواجد في بحيرة إيدكو المنزلة، سهل جدا في الصيد، ولما بيتصاب بيغوص وبيحاول يهرب تحت المية لازم تصوب عليه بسرعة، لأنه لما بيحس بالخطر هيغطس وممكن يهرب. بعض الصيادين بيستخدموه في الصيد لاصطياد طيور أخرى. الغر طير قوي جدا في العوم والغطس، وده بيساعده يهرب من الحيوانات المفترسة، وكمان من الصيادين لو ما تمش صيده من أول طلقة. بيعيش في مجموعات، وممكن تلاقي أكتر من 10 أفراد في نفس المنطقة. النوع اللي بعد كده شيل داك، بط الشهرمان. حجمه أكبر من البط العادي، يعني يعتبر حجمه كبير. لون الجسم أبيض، في شريط كبير على صدره لونه بني مائل للاحمرار. راسه ورقبته خضراء غامق، جناحه فيهم لون أخضر مع مميز. المنقار بارز وخاصة عند الذكر، والرجلين حمراء. الأنثى تختلف عنه في الألوان. أماكن تواجده في مصر، في الفيوم وفي البرولوس، وأماكن تواجده في الخليج، في قطر والكويت والسعودية والإمارات. وهو مش من الأنواع اللي صوتها عالي، ويعتبر مش سهل في صيده. بيكون حذر جدا، طيرانه سريع وفيه مراوغة. بيحب البحيرات المفتوحة، بيبعد عن الأماكن اللي فيها ناس، وبين الناس بتحب تصطاده لأنه نادر ومش بيتشاف كتير. منظره فخم وألوانه مبهرة، ويعتبر متعة للصيادين في صيده. لو انت لسه بتبدأ في عالم صيد الطيور وتحديدا صيد البط، ركز معايا علشان دول ممكن يوفروا عليك سنين غلط وتعلم بطريقة صعبة. اقول لك على شوية حاجات هتخليك تعرف الطريقة الصح. اول حاجة البندقية الصح. ما تبدأش بأي بندقية وخلاص. لو مبتدئ خليك في بندقية خرطوش سيمي اوتوماتيك او بامب اكشن، يكون عيار 12 مناسب، تكون الذخيرة بتاعته متوفرة. ما تستسهلش وتجيب اي بندقية تقيلة او طويلة، خليك في البندقية الخفيفة وسهلة الحركة. حاجة اسمها ان انت هتبقى محترف من اول طلعة صيد. اتدرب على اهداف ثابتة، وجرب التصويب على اطباق طايرة، وخلي جسمك وايدك يتعودوا على ارتداد البندقية، ومع الوقت هتعرف تمسك السلاح صح. في فرق كبير بين انواع البط زي الشرشير والغر والصواي الخضيري. ما تضربش على طير الا لو متأكد انه طير صيد مش ممنوع صيده. اللبس المموه والجلوس في مكان مظلل او ورا غاب مهم جدا. الطيور دي عندها نظر قوي، ومجرد حركة بسيطة منك كفيلة تطيرهم كلهم. افضل وقت لصيد الطيور الصبح بدري قبل الشروق او وقت الغروب. دي الاوقات اللي البط بيكون طالع فيها ياكل او راجع يبات. انزل مع صيادين محترفين، شوف بيعملوا ايه وازاي بيتصرفوا. هتتعلم في يوم واحد معاهم اكتر من شهور لوحدك. الصيد مش مجرد ضرب نار، الصيد احترام للطبيعة وفن وصبر واخلاق قبل اي حاجة. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب